خلينا متفقين مع بعض، احنا لو عملنا كده كل اسبوع هنرتاح بقية الاسبوع كله. كل اسبوع في اوله كده نعمل ايه حملة نظافة. هتكون متعبة بس بعد كده هيبقى الترويق خفيف كده وهيبقى سهل لبقية الاسبوع. يا مساء الفل والياسمين عليكم، مساءكم زي الفل. اول حاجة كده نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله اجمعين. واللي لسه ما يعرفنيش، انا اسمي ايمان وبرحب بالمتابعين الجدد. نورتوني ومشرفيني دايما، مش عارفه ليه بس انتم مصممين تزعلوني بالرغم اللي انا بحبكم كتير جد كده اهو. بلاقي الفيديو 400 مشاهده وعليه 20 لايك بس، 40 لايك ينفع كده؟ بس انا عارفه اللي انتوا بتنسوا. يلا انزلوا بقى بسرعه حطوا لايك علشان نبدا الفيديو. يلا نسمي بالله. احنا بقى هنعمل روتين كده جامد تمام زينا جامدين كده للمطبخ. روتين مسائي كده. كنت قاعده سقعانه، قلت اقوم ادفي نفسي باي شغلانه كده في المطبخ. دخلت المطبخ لقيت المطبخ مقلوب بقى بعد العشاء بتاعنا. ودي حله الرز اللي انا كنت عاملاها جنب الاجنحه الكنتاكي اللي احنا كنا عاملينها. طريقه الرز ده والاجنحه تشيكن وينجز بطريقه حلوه قوي وسهله وهتطلع معاكي تحفه بجد. وهيكون عشاء كده خفيف وسهل وزي بتاع المطاعم. هتلاقوا الطريقه الفيديو اللي قبل الفيديو ده او هحط لكم اللينكات في صندوق الوصف. يلا نسمي بالله كده ونبدا. هنا بقى انا كنت بحط بقيه الرز اللي بايت في كيس كده علشان نحطه للطيور، حرام نرميه. وفضيت بقى الترابيزه بتاع المطبخ كده وهنضفها. السبت ده بحط فيه المعالق الخشب والسيليكون، فهحطه كده في الحوض عشان يتغسل برضو. واي حاجة على الحوض مواعين ولا حاجة هحطها، اي حاجة على الترابيزة مواعين ولا حاجة هحطها على في قلب الحوض علشان تتغسل. والبتاعة دي بقول لكم مقطوعة، هجيب بقى لها سنة معايا، هجيب واحدة تانية كده. ودي مفرش كده بنمسك بيها، بس حطها شكل الوانها حلوة بصراحة. وهفضي كده كل الترابيزة علشان اغسلها غسلة حلوة كده بالصابون، وبعدين اغسلها غسلة حلوة بالمية والخل علشان تتعقم. هنا بقى البرطمانات بتاع التوابل بتاعي ده، المنظم بتاع البرطمانات بتاعي في 12 باين 12 برطمان او 15 مش عارفة بصراحة، ما بعدش يا جيمي. جبت بقى طبق كده وحطيت فيه ميه وبريل كده وقفلتهم كويس البرطمانات علشان انا اغسلهم بس من بره من مكان ايدي وكده. فلما باجي اطبخ وايدي معكوكه فبجيب ايدي بيعلم كده من ايدي، فغسلتهم كده بالسلكه من بره كويس وغسلتهم شطفتهم بالميه، بس نقفلهم كويس عشان الميه ما تخشش جوه في التوابل. وغسلت المنظم بتاعهم ده حلو، شوفوا بقى بيلمع ازاي بيبرق. الحاجة كده بقى تفضل نضيفة لحد اخر الاسبوع، والترويق هيكون خفيف بس. فكده بيسهل بنسهل على نفسنا الموضوع والترويق وكده. ونشفتها كويس كده حتة القماشة اللي معايا دي ناشفة، ومسحتهم واحدة واحدة كده من المية. والفاضيين غسلتهم من جوه، اما اللي فيهم توابل غسلتهم من بره بس. هنا مكة كانت عايزة طبق وسكينة علشان تقشر برتقان هي وباباها. هما قاعدين بره وانا مفحوطة في المطبخ. يلا اهم حاجة تبعد عني علشان بس اخلص. جبت هنا بقى حبة مية في طبق كده وشوية بريل، وغسلت اللهم صل على النبي. بدأت بقى اغسل الترابيزة كده بتاع المطبخ، الرخامة بالسلكة والحيطان بالسلكة، وهشطفها بشوية مية وخل علشان تتعقم، وكمان علشان لو اي حاجة وقعت على الترابيزة ما تبقاش الترابيزة تكون نضيفة كده ومتعقمة. بمسحها كويس جدا جدا. والحيطان خليتها تلمع كده، شوفوا بتلمع ازاي، والله انا شاطرة. سقفوا لي سقفة كده. والناحية التانية هي الرخامة دي طويلة لحد الحيطة، والحيطة دي فيها شباك كده لحد الشباك.
وهنا كنت بغسل دور كده غسيل، قلت ايه اغسل كده. انا بحط ايه اي المسحوق بتاعي على الهدوم في درج اهو والله، بس انا بكسل احطه في الدرج. وهشغلها وهبدأ ايه اعمل لها ايه الحماية بتاع الاطفال دي، اللي هو القفل البرتقاني ده، علشان المكة بتلعب فيها وتبوظها. هنا بقى دي مواعين كده كنت مصفياها، غسلاها ومصفياها، هبدأ ارصها بقى مكانها، علشان ايه دي رخامة برضو بتاع الحوض. هنبدأ ننضفها كده ونشيل كل الاطباق بقى واي حاجة كده نحطها في الحوض. والفوطة دي هرميها علشان خلاص انا زهقت منها. عايزين نجيب فوط يا عيال، عايزين نجيب فوط مطبخ. لما انزل المحل هجيب فوط مطبخ جديدة بقى للعيد بقى وكده ونظبط نفسنا. وهبدأ بقى اغسلها كده بالسلكة، الحتة دي اغسلها كويس جدا، والحتة اللي هي بتحط فيها اللي هي الزاوية دي بتكون على طول واقعة فيها زيت كده. غسلتها بالسكينة، عملتها كده بالسكينة، وبعدين غسلتها كويس جدا بالايه بالسلكة. وانا بحط البلانش على الايه الحتة دي علشان بس تكون بعيدة عن المية. وجبت الصينية دي علشان ايه اصبن حبة المواعين دي واغسلهم كده واشطفهم وارصهم عليهم على الصينية يصفهم كده، علشان ما عنديش المصفى اللي هي بتتحط دي او الفوطة، فمالها الصينية دي مش هتقول حاجة. هنغسل كده وهحط الصفة، ولما يصفوا وينشفهم كده بكرة كده وهرصهم مكانهم. بدأت بقى اغسل كده على طول. واحنا بنعمل شغل البيت لازم ايه نذكر الله كده ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله اجمعين. انا هنا كنت جبت كيس كده وفضيت بقى ايه كل اي حاجه عايز ترمي في الزباله حطيتها في الكيس ده. وخلصت كل المواعين بقى إيه اللي في الحوض. تمام، برغم المواعين يعني مش بتخلص خالص، بس يلا حاولنا. وغسلت كل انا كده بقى ايه غسلت كل الرخام عندي بالسلكة. ودي المصفى بتاع المعالق، ونشفت الحتة كده مكانها وايه حطيت المصفى مكانها. وده كل من صغير كده برطمان كده صغنن صغنطوط كده بالحنفية بملاه وبحطه هنا علشان المية عندنا ايه بتقطع زي اي بلد النور بيقطع عندنا، ولما النور بيقطع المية بتقطع. فده ايه انا حاطينه كده علشان ايه نستعمل نغسل ايدينا، نعمل اغسل اي حاجة في الحوض. وكل من التاني بملاه علشان نشرب منه او نعمل منه شاي اكل كده يعني. بدأت هنا سبت بقى ايه الرخامة تنشف خالص من الهوا، وبدأت ارصها واحدة واحدة كده بالشكل ده. شوفوا الحاجة بتلمع ازاي وقلبي رفرف كده من الفرحة. ارتاح، انا قلبي كده ارتاح لما ايه لما عملت الموضوع ده، لما قمت بالمجهود ده كله. فايه الرخامة بتكون عندي بقى ايه متروقة وصافية كده وجميلة، ما فيهاش اي كوباية بقى بتكون اي كوباية نشيلها نغسلها، اي طبق نغسله على طول تتمسح كده. بس انا بمسحها كده بس ايه باي قماشة مبلولة مية. هنا بقى ايه البوتاجاز بتاعي، شوف المنظر عامل ازاي. هنروقه دلوقتي وهنخليه زي الفل. بس عشان احنا بالليل كنت عايزة اجيب فويل من ده، بس غسلته كده لحد لما اجيب ايه ورق فويل من ده علشان نحطه ورق ايه ألمونيا باين. وهنا ايه مليت بقى الكولمن ومليت ده كمان علشان ايه علشان الصبح بنصحى نلاقي النور قطع اصلا. ورز بقى والحاجة مكبوبة مكة كانت بتهالي على الارض. وهنا غيرت بقى ايه حطيت كده مشمع تاني على التربو. وخلصت بقى دور الغسيل وغسلت بقى ايه مسحت الكفر بتاع الغسالة ده على طول بغسله كده السلكة اللي هي الليفة الناعمة وبنشفه. وهنا كنست الأرضية بقى ومسحتها وسبتها تنشف وفرشتها كده بقت زي الفل. وحطيت بقى انا المشاية اللي هنا ومسحت بقى الدنيا وهنا الحلة اللي كانت فيها الرز خلصتها. ونحط فيه طبق اهو الطبق اللي هما كانوا بيحطوا فيه اللي بيقشروا فيه البرتقال.
خلصت كده الحمد لله. والبوتاجاز اهو غسلته على قد ما اقدر لحد لما اجيب له فويل واظبطه كده تمام. انا عندي هنا الفرن، بقول لكم عندي هنا كان الازاز عنده وقت، كان في وقت يعني وقت اسمه السرطان بتاع الازاز، يعني مكة خبطتها كده بمعلقة متكسر. في حالة كده بتيجي للازاز بيتكسر لوحده. يلا الحمد لله على قد كده. وبقول لكم مسحت هنا بقى المطبخ، الظرف بتاع المطبخ، وخليته زي الفل. وبس كده يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان كده خفيف على قلوبكم واستفدتم منه. وما تنسوش اللايك اهم حاجة علشان الفيديو يترفع، واشتراك لو انتم مش مشتركين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.